السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير في احسن الاحوال. فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الكتف بالبرقوق والمشماش واللوز، كيجي معسل ومعلك وسهل هكذا في التحضير. خليكم مع الفيديو. اذا بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو زعفران شعره، العواد ديال القرفه، عندي هنا واحد ربيطه ديال القزبر ومعدنوس مربطين، مليحه، سيبيسه ونويره اولا لقامه ديال المروزيه، عندي هنايا خرقوم معرق، بصيله تكون كبيره ومشلضه مزيان، عندي هنايا البزار مخلط بين الابيض والكحل، وسكينجبير غلبت شويه سكينجبير، وجوج فصوص ديال الثوم، ومعلقه ديال السمن. هنا البنات اول حاجه خديت الزعفران سخنته على الطريقه المغربيه، يعني خديت معلقه دفيتها ومن بعد درت عليها الزعفران، اولا ديروه في كاس ديال الماء يكون دافي حتى يطلق الماء ديالو. صافي هنا غادي ناخذ المكونات كاملين وغادي نخلطهم بشويه ديال الماء. صافي البنات، هنا بعد ما جمعت المكونات كاملين كنخلطهم بالماء وكنبقى ندعك فيهم هكا حتى يذوب تذوب العطريه كامله مع داك الماء. يعني الفيديو كيوضح لكم المراحل كيفاش دايره. هاد الطريقه البنات وبهاد المقادير كيجي اللحم زوين مدغمر. المهم نتوما من نظره كيفاش كيبان لكم اللحم، كيجي محمر وزوين ولذيذ. يعني السر في التطياب اولا وفي المقادير ثانيا، يعني غير تبعوا هاد الطريقه وجربوها ان شاء الله غيجيكم الكتف ديالكم زوين. ودابا خصوصا مع العيد كنا عندنا ما شاء الله كشوفه في الدار، نجربوا هاد الطريقه وردوا عليا. صافي غادي نخلط اللقامه ولا العطريه مزيان بداك الماء، وغادي ناخذ الكتف عفوا، ونبدا نشرمل فيه ديك العطريه. هانتوما البنات هنا شرطته وحاولت نلبت ليه العطريه من الداخل كيف ما كتشوفوا. ضروري هنا البنات بعد ما دغمرت الكتف مزيان، يعني لبست ليه العطريه من داخل وعلى برا، غادي نخليه يرتاح ومن بعد غادي نوضعه في واحد الاناء ونغطيه بالبلاستيك الغذائي ونخليه لمده ديال 3 سوايع. كان احسن البنات الى هكذا رقدتوه في الليل، دغمرتوه بالليل وطيبوه في الصباح، كيجي شارب العطريه ومنسم. يعني حتى في اللحم كيكون غير من المذاق كتحسي به منسم ومعطر مزيان. صافي كيف ما قلت لكم غادي نغطيه ونخليه واحد 3 سوايع على ما يتشرب بزيد مازال العطريه، ومن بعد غادي نكمل النصيب ديالو. البنات واحد المعلومه فقط صغيره، الا كنتو بغيتو ترقدوا هكا اللحم ديالكم بالليل
فما ديروش معاه الزيت دائما ما كيخليش اللحم يتلبس ديك العطريه اولا ديك الشرموله. ديروا العطريه وهكا ورقدوها، يعني جمعوا العطريه بالماء بحال الطريقه ديالي وخليوه يبات ليله كامله حتى لا غد ليه عاد نصبوه وعاد ديروا الزيت. صافي بعد ما هنا دغمر اللحم مزيان، خديت طنجره. اول حاجه غادي نرمي البصله، من بعد غادي نستف اللحيمات ديال الكتف، صافي. وغادي نقاد اللحيمات كاملين، ومن بعد غادي نزيد عليهم الربطه ديال القزبر معدنوس ونص كاس ديال الزيت. ما خصناش نديرو الزيت بزاف لانه الغنمي كنعرفوه حنا مشحم وكيطلق هكا الزيت، ولكن غير شويه ديال الزيت باش ما يجيناش هكا ناشف عاوتاني ومياه. ضروري المريقه ديال اللحم والبرقوق خصها تكون هكا شويه مدغمره وفيها شويه كيك ديال الليدام، ولكن داك الليدام اللي يكون بنين ماشي عاوتاني هذا. المهم صافي بعد ما رميت الحيمات كاملين غنزيد عليهم هذاك المريقه اللي بقات في الاناء ديال اللحم، وغادي نزيد ربيطه درتها الوسط باش تلق لينا مزيان داك المذاق ديالها. ومن بعد غادي نزيد نص كاس ديال زيت النباتيه، وغادي نروي بالماء. الماء دائما البنات يكون دافي هكا باش يزيدنا اللذه في المريقه. هنا البنات انا كنطيب في الطنجره ماشي الكوكوط، وايضا كنحمرو وكندغمرو غير في الطنجره. يعني السر في الطياب الا بغيتي يجيك محمر هكا ومجمر وزوين خاصك طيبيه في الطنجر وغير بالمهل، يعني العافيه تكون مهيله صافي. كيبقى يتعلك وياخذ اللون ويدغمر غير راسو. صافي هنا بعد ما كملت ليه المريقه ورويته هذا غادي نغطي عليه بالغطا ديال الطنجره وغادي نخليه يطيب في عافيه مهيله. وساعه ندير واحد الفورشيط ونبدا نقلب فيه. هاد النقطه البنات اولا هاد العمليه البنات كتساعد اللحم انه يخرج منه هذاك الدم الا كان فيه، وكتساعدو ايضا انه يطيب من كل جهه. هنا البنات عاوتاني خديت الفرشيطه وبقيت كنقلب في اللحيمه باش تاخذ اللون من كل جهه وايضا طيب من كل جهه. هاد العمليه البنات كتبقاو نتوما مقابلين اللحم حتى كيطيب. هنا البنات بعد ما طاب ليا اللحم كيف ما شفتو خدا اللون فقط في الطنجره، لانه كل ساعه بقيت مقابله وكندورو من كل جهه. صدقوني الا درتو بحال هاد الطريقه غيجيكم اللحم زوين وبنين. انا سبحان الله الضيوف ديالي فاش كلاو قالوا لي واش هذا بقري، قسما بالله الا جا بحال البقري والريحه ديال الغنمي ما فيش سبحان الله. صافي هنا فاش طاب ليا اللحم غادي نضيف عليه واحد 2 معالق كبار ولا معلقه كبيره هكا تكون يعني شويه لا باس بها ديال العسل. انا هنا درت العسل الحره كيخليها تجي بنينه سبحان الله وتعطي واحد المريقه اللي كتكون عاقده وواحد اللون اللي تيجي زوين. هنا البنات راني منقصه العافيه دايرها بحال الشميعه ومخلياها كتدغمر ديك المريقه كنخليها حتى تجي عاقده وواقفه. صافي هنا اللحيمه تصفر تاكدت بانهم طابوا. هنا راه كانت عندي هكا عراضه غادي نوريكم كلشي بلي غير باش ما يجيناش الفيديو طويل. انا غادي نحط لكم هذا الفيديو ان شاء الله نوريكم كلشي، واللي بغيتوها غادي ندير لكم فيديو خاص ليها. غادي ندوزو البرقوق والمشماش. غادي ناخذ هنا كميه من المشماش وكميه من البرقوق. خلاص اللوز راني مفسخاه. غادي ناخذ العود ديال القرفه وندير كل مقيله فيها عود ديال القرفه، قبيصات ديال الملح، واحد الريقه بحال هكا باش يجينا الحلاوه مع ديك مع الملوحيه كتعطي واحد اللذه زوينه. وغادي نزيد عليهم واحد شويه ديال زيت النباتيه. تقدروا ديروا الزبده كل واحد شنو كيدير. هنا البنات درت 5 المعالق في كل مقيله، 5 المعالق ديال السكر في البرقوق و5 المعالق ديال السكر في المشماش. صافي غادي ناخذ
هنا في كل مقيله غادي ندير كاس ديال الماء تقريبا. دائما كيكون العباره البنات بكاس ديال العنبه. في المقيله ديال المشماش درت كاس ديال الماء، وفي المقيله ديال البرقوق درت كاس ديال الماء. في هذه المرحله البنات فالبرقوق والمشماش كيتعسلوا وفي نفس الوقت كيتسلقوا. بغيتو تحيدوا المشماش والبرقوق تسلقوهم ديروا لهم زعما السلقه الاولى وعاد تعسلوهم اوكي. ما بغيتوش ديروا لهم الطريقه كيجيو معسلين وفي نفس الوقت مسلوقين وطيبين. على حسب المشماش ما كيشدش الطياب، اما البرقوق طياب شويه، وعلى حسب عاوتاني النوعيه ديال البرقوق كاين اللي كيشد هكا الطياب وكاين اللي كيطيب بسرعه. هنا البرقوق والمشماش كيطيبوا، غادي ندوز ندير اللوز يتقلى. هنا اللوز البنات درتو في الزيت بارده. صافي البنات هنا بلا ما تديو على الروين ونقولش لكم، هنا خديت واحد شويه من المريقه ديال اللحم وغادي نزيدها على البرقوق وعلى المشماش، كتعطيهم واحد الطعم زوين وكيجيو ملبسين حتى هما هذيك الدغميره ديال اللحم. دونك فاش كتشدي كتذوقي هكا البرقوقه ولا المشماشه كتلقايها لذيذه وبنينه. هاد الطريقه حتى هي زوينه. هنا البنات درت البيض حتى هو يتسلق هكذا نزينو به اللحم كيجي زوين في المنظر. هنا كلشي كان عندي واجد، المشماش طيب، البرقوق طيب. صافي كنتسنى هنا غير المشماش هكا المشماش رطب عفوا، كنتسنى غير البرقوق يتشرب داك الماء اللي فيه وتجيه التعسيله هي هذيك. صافي البنات هنا الطبق ديالنا كيكون واجد للتقديم. صراحه لذيذ وغزال بزاف بزاف. كنتمنى انكم تجربوه، خصوصا دابا تبارك الله كنا عندنا الكتوفه. كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه لانه فعلا تستحق التجربه. وهنا بنات زينتو باللوز شويه ديال الزنجلان فوق البرقوق كيعطي واحد المنظر زوين. المشماش زدت عليه هكا من الفوق شويه ديال الكركاع حتى هو عطاه منظر زوين. والخلاص البيض اكثر حاجه كتناسب هذا الطبق. كنتمنى انكم تجربوه فوق هادشي كامل. شكرا على المشاهده. هادو فقط البنات لقطات هكا من الديسير اللي حضرت للضيوف ديالي، وهاد السلطه الملكيه اللي جات غزاله بزاف. ان شاء الله نقدمها معكم فيديو اخر الا كنتم مهتمين. كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا وفتكم رغم البساطه اللي في هذا الفيديو. شكرا على المشاهده، نتلاقاو فيديو جايه. السلام عليكم.